بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم كده هادي ولادي وكله خير وسعاده وحب يا رب. بص بقى، انا النهارده في الجريل ده هعمل لهم النهارده كبده ومكرونه. احنا في البيت عندنا فريقين، في فريق بيحب الكبده تتغمس كده ايه بالعيش، وعندنا اتنين بس هما اللي بيحبوا ياكلوها بالمكرونه. فانا قلت بقى في الجريل ده حاجه جايبه ايه الكبده كده مظبطاها. انا بقى بصوا الجريل ده اختراع في اي حاجه تحبي ان انت تشويها على البوتاجاز، وفي الكبده بقى روعه. بص بحب في الكبده، في القلوب، في الصدوق، تحفه تحفه تحفه. احط بس كده نقطه زيت صغيره، وبعد كده بقى بحب اعمل انا الكبده بقى دي ايه بحته ليا كده، بتودي الطعم كده في حته ثانيه. عاوزه بقى كده وانا بعمل كده الايه الغدوه دي، عاوزه اتكلم معاكم في الموضوع ده مضايقني قوي 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 قوي. عاوزه اتكلم معاكم فيه، وعاوزه كل بنت بتسمعني تصحصح كده لكل كلمه انا بقولها، عشان اكيد هيمر عليها الموقف ده. اوعي في يوم من الايام تأمني الواحد، يعني تلاقي واحد داخل عليكي بجو الايه الاول يبتديها معاكي انا معجب بيكي، انا بحبك، بموت فيكي، بعد كده تبتدي بقى ايه تلاقي ورا كلمه بحبك نصايب سودا شايلها لي. تلاقي يعني هي الكلمه حلوه، بس انا عاوزه اقول لك ان الحب ده بيجي مع العشره. الحب الحقيقي بيجي مع العشره. الحب ما بيجيش كده من يوم وليله. انت ممكن تشوفي واحد يشوفك تعجبوا ببعض، يحصل كيمياء بينكم، هو يرتاح لك نفسيا وانت ترتاحي له كمان نفسيا، فيحصل كيمياء، فتبداوا تتعرفوا على بعض. انما ان واحد اول ما يشوفك يقول لك انا بموت فيكي، انا بعشقك، انا ما بنامش الليل من ساعه ما شفت وشك اول مره، اعرفي ان ده كذاب. اعرفي ان هو بيقول لك الكلمه دي عشان في غرض في دماغه، في حاجه عاوز يوصل لها، وبعدين ما عندوش طولة بال بقى ان هو يطول معاكي، فعاوز ايه ينجز. عارفه اللي عاوز ينجز، عارفه لما يكون حد كده عاوز طلب وبينجز يقول لك يلا خلينا نخلص بسرعه، هو بقى يعني الراجل خلاص شافك حبك مات فيكي، لو يقعد يقول انا طول الليل بفكر فيك، انا ما بنامش بالليل، يا سلام ليه؟ مجرد ان انت شفتها خلاص ما بتنامش، اعرفي ان ده كذاب. لان زي ما قلت لك الحب بيجي مع العشره، وده بيبقى اصدق انواع الحب، لان الحب بيبقى من المواقف، من العشره، وفي المواقف اللي بتختلفهم وبتتصالحهم وبتتخاصموا وبتعرفي على بطبيعته عصبي، مثلا في حاجه بتضايقه، ايه اللي بيبسطه. المواقف والعشره هي دي اللي بتولد، اللي بيبقى ده حب العشره اللي هو اقوى حب. انما واحد يشوفك في الكليه عاوز يجيب رجلك ويوقعك في الغلط، يقولك انا اول ما شفتك حبيتك، اعرف ان ده كذاب. والله العظيم كذاب، والله كذاب. اعرفي كده ان هو عاوز يلعب بعواطفك لغرض كده، وكل واحده بتتفرج عليها دلوقتي بتبقى عارفه ايه الغرض اللي بيبقى في دماغ اي راجل لما يقول لواحده انا بحبك. ماشي؟ لان الراجل اللي يحب بجد هتلاقيه كده بتصرفاته ومواقفه الحلوه يحسسك ان هو بيحبك. يعني هتحس ان مواقفه معاكي مواقف رجوله، هتحس انه راجل بمعنى كلمه راجل. مواقفه معاكي كلها، يعني بصي لو انت واقعه في ضيقه هتلاقيه جنبك، لو في موقف بتحكي له عليه هتلاقيه سندك، لو بتاخدي رايه في حاجه هتلاقيه في ظهرك. هتحس انه راجل بمعنى كلمه راجل. ده اللي بيحسسك بمواقفه ان هو بيحبك وبيموت فيك، لان افعاله بتقول كده. ولعلمك نوعيه الرجاله اللي زي دي
يمكن ما بتقولش كتير بحبك بحبك بحبك، ما بيقولوهاش كتير، ما بيقولوهاش، لان هما بيقولوها بافعالهم مش بيقولوها بلسانهم. بتلاقيه هو عشان انتي هو بيحبك وانتي حاجه كبيره عنده فبيقولها بافعاله. بص بقى الطاسه دي بقى حبيبه قلبي، دي بقى اللي هعمل فيها طبقين المكرونه عشان خاطر ايه مروان وبوش هما بيحبوا المكرونه ياكلوها بس. في الطاسه بقى ديت انا هعمل طبقين مكرونه كده. بص بقى عشان خاطر ايه، عشان الموضوع ده اللي بكلمكم فيه دوت مستفزني قوي، لان بقى دلوقتي ايه كبار وصغيرين في الكليات، حتى لو واحد متجوز وعاوز يتجوز على مراته يشوف واحده دخلت دماغه عاوز يجيب رجليها او يسترها يقول لها بحب، بموت فيها، ما بنامش. اعرفي انه كذاب، اعرفي انه كذاب، لان مفيش حب بيجي واحد يشوف واحده يقول لها انا بحبك. الحب ده بيجي مع العشره يا جماعه، الحب ده زي ما قلت لكم بيجي مع المواقف. فاي واحده بتسمعني دلوقتي، اي واحده وفي بدايه كمان سن المراهقه، عشان في بدايه سن المراهقه بتبقى البنات ايه بقى عواطفها كده جياشه كده، يعني ايه يحبوا الكلام الحلو. وفي بقى رجاله، يعني دايما الرجاله كلهم عارفين ان الست تجيبها من ودنها، تقول لها كلام حلو تيجي معاك كده ماشي. فخدي بالك عشان مفيش حد يوقعك في الغلط، مفيش حد يجيب رجلك، ما تديش فرصه الراجل يلعب بعوض. وبعيدها للمره الثانيه، الحب افعال، الحب افعال ومواقف، الحب مش كلام، الحب مش كلام معسول، لا الحب ان انت تلاقي راجل بمعنى كلمه راجل واقف في ظهرك، مواقفه الحلوه معاكي يخليكي لو اتقدم لك هتوافقي عليه وانت مغمضه، لانه راجل محترم، لانه راجل حب يعبر لك عن اللي في قلبه وحبه ليكي بافعاله الحلوه معاكي. هو ده افعاله الحلوه معاكي هي اللي يعني واحد من غير ما يقعد يقول لك كتير بحبك بحبك بحبك، لا هو افعاله الحلوه معاكي هي اللي بتخليكي تحسي لا انا بحبك، انا واقف جنبك، انا مش سايبك. انا يعني اعرفي بص، اي واحده تقابل في حياتها واحد تلاقيه كده واقف جنبها مش سايبها، فعندها اي مشكله بتلاقيه قدامها، لو بتاخد رايه في اي حاجه تلاقيه يرد عليها بكل امانه، بيدعمها واقف جنبها، اعرفي ان ده من غير ما يقول لك انا بحبك خالص. انما اللي يقعد بقى مشغل اسطوانات انت روحي وانت عقلي وانا ما بنامش بالليل وانا، اعرفي ان ده واحد مكنه مندي عاوز يلعب بعوضتك، عاوز يوقعك في الغلط باي شكل، باي شكل. هو شافك عجبتيه دخلتي دماغه قال هجيب رجليها يعني هجيب رجليها. فخدي بالك، خدي بالك عشان ساعات بحس ان البنات وهم داخلين بقى ايه كمان مش في مرحله المراهقه، لا بتبقى خلصت بقى الثالثه ثانوي كده وداخله على اولى كليه بقى. وفي الكليه بقى ما اقولكوش بقى اسطوانات الحب شغاله ما اقولكوش، في الكليه وبعد الكليه ويكلمها في التليفون، ويكلمها الصبح ويكلمها الظهر ويكلمها بالليل 24 ساعه، يقول لا انا طول النهار ما فيش قدام مني الا صورتك. يا سلام شفتها مره خلاص الحب ولع في الدرة. اعرفي ان دي اسطوانه، اعرفي ان هو ده واحد بيتسلى او عاوز واحده يتسلى بيها على بال ما يخلص كليته ويشتغل، ويوم ما هيتجوز مش هيتجوز، يوم ما هيجي يفتح بيت مش هياخده. فخدي بالك ما تبقيش صيده سهله في ايد اي راجل. وهقولها للمره المليون، الحب افعال، الحب ان انت تحسي ان اللي قدام منك ده كل افعاله معاكي افعال حلوه، كل تصرفاته معاكي تصرفات يعني كل تصرف وكل موقف بيعمله معاكي بيقول لك فيه انا بحبك، كل حاجه بيعملها معاكي بيقول لك انا بحبك. من يعني تصرفاته افعاله هي اللي بتتكلم عنه، مش لسانه اللي بيتكلم،
بأفعاله اللي هو بيعملها من قلبه، عشان انت حاجة كبيرة عنده، عشان بيحبك وبيحترمك وبيقدرك وانت حاجة غالية عنده. فأفعاله كلها بتثبت لك ان ده بيحبك. غير كده ما تسمعيش كلام حد، ما تديش فرصة للشاب ان هو يلعب بعواطفه، صدقيني. وممكن ساعات كمان يعني في الايام اللي احنا عايشينها دي، ممكن واحد تلاقيه بيكلم واحدة واثنين وثلاثة واربعة ويقول لي دي بحبك، ويقول لي دي بحبك، ويقول لي دي بحبك، وهو ولا بيحب دي ولا بيحب دي، هو بيتسلى. هو عاوز يبان قدام صحابه ان الراجل فالنتينو، ان البنات بتجري وراه، يبقى قاعد كده يقول لك بص دي بترن عليا ودي بترن عليا، انا مش عارف يا جماعه اعمل ايه. البنات مقطعه نفسها عليا، وهو اساسا اللي بيبقى لاعب بعواطفهم وباذل مجهود عشان يجيب رجلها ويوقعها. فخدي بالك ما تديش فرصه لحد ان هو يلعب بعواطفه، ما تديش فرصه لحد ان هو يعني تبقي انت كده سهله في ايديه. لا، ما تخليش حد يلعب بيك، ما تخليش حد يتسلى بيك. خليكي واعيه، انت رايحه الكليه ورايحه تتعلمي، حتى لو قلبك مال لحد خليها جواكي. مش يجي يقول لك انا بحبك تقولي وانا كمان، طب اديني رقم تليفونك، يلا خد رقم تليفوني، وتقعدي بقى ايه تعيشي الدور. هو اساسا كل ده بيلعب بعواطفك، وهتحسيها في حاجات هيطلبها منك، في طلبات كده بتنطلب، وكل واحده بتسمعني طبعا فاهمه كلامي. اول ما يجي يطلب منك الطلبات دي اعرفي ان انت في نظره ولا حاجه ولا حاجه، وانه عاوز يضحك عليك. يا ريت كل واحده تسمع الكلمتين دول كده وتحطهم كده حلقه في ودنها، ما تنساهمش خالص، وتعرف ان الحب افعال مش كلام. ماشي؟ ودي بقى ايه، معلش ان كنت كلمتكم كده، بس انا الموضوع ده مستفزني قوي. بس انا خلصت المكرونه والكبده اهو. يا ريت بقى كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي ما تنسيش اللايك وانت قاعده كده. ده كان غدانا النهارده، مكرونه وكبده، بس في فريق هياكلها بالعيش بقى، وفي فريق الاثنين عندنا هياكلوها بالمكرونه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، اوعي تنسي اللايك، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه. وربنا كده يا رب كده يكفيكوا شر الوحش كله يا رب، وربنا يسعد بناتنا كل البنات يا رب، ربنا يسعدهم ونهاركم كده زي العسل، ربنا يفرح قلبكم يا رب.